الظروف الاقتصادية صعبة، والأيام دي فعلا كلنا مضغوطين. وطبعا المصاريف بقت عالية جدا علينا، كتب خارجية غالية جدا، برضو مصاريف المدرسة غالية جدا، وفي الآخر خالص احنا مش عارفين نعمل ايه. نصيحتي لكل أم شاطرة او لكل ام معاها شهاده: انت مش هتخسري حاجه لو قعدتي قدام اليوتيوب وفهمتي الدرس وفهمتيه لابنك. مش لازم ان انا اضغط بمصاريف الدروس اللي زياده عن اللزوم. انا ممكن ادي دروس في الحاجات اللي هي صعبه عليا، زي الماس، زي مثلا الساينس، دي هتبقى تقيله شويه على بعض الامهات. انما بقيه المواد زي الدراسات، زي العربي، زي العلوم اللي هي بالعربي، العلوم اللي بالعربي، عشان الساينس تقيل شويه. في مواد انا ممكن ان انا اقعد مع ابني واقعد اشتغل معاه فيها، واقعد ان انا اتفرج على اليوتيوب واشرحها له واخليه يسمعها كده. يبقى انا بخف الضغط شويه على ولي الامر، او بخف الضغط شويه على الاب. مش كلها دروس 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 وبعد كده ارجع اقول ابني او بنتي ما عندهمش وقت خالص ان هم يذاكروا. ما هم ما عندهمش وقت خالص لان هم طول النهار بيلفوا في الدروس، طول النهار من الدرس ده للدرس ده، ما عندهمش وقت خالص ان هم يذاكروا. بلاقي مستوى حتى الطالب مش زي مستوى الطالب اللي بيبقى قاعد في البيت وبيذاكر وبيجتهد. او الام، يا جماعه احنا بايدينا ان احنا نخف الضغط على نفسنا شويه. اسعار الدروس السنه دي عاليه جدا جدا، يعني في مدرسين بتدي دروس باسعار فلكيه الا من رحم ربي. يعني في ناس عندها فعلا ضمير، وفي ناس والله بتراعي ربنا جدا. فانا طالما انا كده كده اشتريت الكتاب الخارجي، وكده كده عندي يوتيوب وعندي نت، طب ما انا بدل ما بقعد على الحاجات اللي ملهاش لازمه، طب ما انا اقعد وافهم واشرح، او اقعد ابني ويفهم. وصدقوني بيفهموا، وبسم الله ما شاء الله عليهم. احنا كلنا ظروفنا الاقتصاديه الايام دي ما بقتش زي الاول. يبقى انا كأم ان انا اعرف ادير حياتي، نحاول ان احنا نساعد في الظروف الماديه اللي احنا فيها. ما اقعدش اضغط بقى. ده في ناس بتدي دروس دين، انا مش عارفه الناس اللي بتدي دروس دين دي بتديها ازاي بصراحه. بيدوا في الدين وبيدوا في العربي وبيدوا في الدراسات. تخيلوا كميه الدروس دي كلها. ده لو الماده الواحده ب 200 جنيه هلاقي نفسي بدفع مثلا 1000 وي كل شهر. حرام. وبتيجي ايام الامتحانات بتبقى في تكثف، فالحصص بدل ما بدفع مره واحده بدفع بالمرتين في الشهر. طب ليه اضغط على نفسي واضغط على بيتي واضغط على جوزي، وانا بايدي ان انا اخف الضغط على نفسي؟ واستحاله المدرس في المدرسه لو لقى الولد او البنت مستواهم كويس ان هو يقللهم في الدرجات. ليه؟ هم مش اعدائنا يعني. وانا لو لقيت المدرس ممكن يستقصده، انا هقول له طب تعالى قول لي ابني ضعيف في ايه اللي ابني غلط فيه. احنا كلنا دلوقتي عندنا وعي وفاهمين كل حاجه. يبقى طالما انا عماله اشتكي من الظروف الاقتصاديه، لو سمحتي تعالي على نفسك شويه، كانك بتتكلمي في التليفون واقعدي ذاكري لابنك. ادي كل الحكايه.